بصراحة كده أنا في اعتراف حابب أتكلم عليه، ويمكن مش حابب أتكلم عليه أصلا يمكن حاجة دي أنا بتكسف منها شويتين أصلا. بس أنا فعليا الفترة اللي فاتت ديت ما كنتش عارف أرشح موبايلات لناس كتيرة جدا، سواء من صحابي، سواء من عيلتي أو معارف، أو حتى أنتوا كمان لما كنتوا بتبعتولي على موبايلات في الفئة المتوسطة. بس مش الفئة المتوسطة بتاعت دلوقتي، الفئة المتوسطة بتاعت دلوقتي اللي بقت تتكلم في 15,000 20,000 جنيه. دي بالنسبه لنا لسه مش متوسطه على فكره، دي بالنسبه لنا تعتبر مبلغ كبير قوي، وانا عارف ان دوت بالنسبه لبعض الدول هم $400 او $500، فمش مبلغ كبير. بس احنا هنا في مصر اللي لسه بندور على موبايل في حدود ال 6000 جنيه كده تقريبا. انا بصراحه كنت مكسوف ان انا فعلا مش عارف ارشح لناس موبايلات في الرينج دوت. على الاقل لما كان بيطلع موبايل واحد ما كنتش بلاقي حتى بدايل تانية ليه يعني. كنت دايما زمان في الفئه دي ايام ما كان بينزل فيها موبايلات قويه قوي، كان يبقى فيه موبايل برشحه للجيمرز في السعر ده، موبايل برشحه للناس اللي عايزه سوفت وير قوي مع كاميرات قويه، موبايل للناس اللي بتحب الموبايل يبقى شكله شيك. فكان فيه اختلافات وتنوع كده. دلوقتي ما بقاش فيه دوت، وما بقاش فيه موبايلات اصلا حلوه في الفئه دي. لحد من يومين جربت موبايلين في الرينج دوت من شركه انا بحبها عن نفسي، لان هي الشركه اللي عامله الاس 23 الترا، الموبايل الشخصي بتاعي اللي انا كنت بستعمله السنه اللي فاتت تقريبا كلها، او من ساعه ما نزل. هي طبعا شركه سامسونج يعني الغنيه عن التعريف، نزلت موبايلات من سلسله الاي في الحدود بتاعه السعر اللي انا شايفها كويسه جدا بالنسبه لاغلب المستخدمين. فخليني اقول لك بقى، هل ديت موبايلات اصلا كويسه ولا لا؟ لان انا معايا موبايلين هنا وعايز اتكلم كلام كتير قوي عن الموبايلين دول. الموبايلين دول هم السامسونج اي 14 والاي 24 او الاي 14 واي 24، ودول في السلسله اللي دايما بتحقق نجاح كبير جدا عند سامسونج. في حاجات متشابهه في الموبايلين دول، زي ان الاثنين مثلا معمولين من البلاستيك. اي نعم، واحد فيهم بيدي ملمس الازاز او شكل الازاز جدا، ودوت طبعا الاي 24. انما الاي 14 باين عليه جدا طبعا، او ملمسه في الايد ملمس بلاستيك. اللغه بتاعت التصميم واحده، والشكل بتاع الموبايلين واحد يعتبر، هو الاختلاف بس في شكل الظهر. ولكن هما الاثنين من نفس الخامات تقريبا اللي هو البلاستيك. الاثنين فيهم مدخل السماعات اللي وحشنا، الهيدفون جاك اللي بقى مش موجود في موبايلات كتيره جدا. الاثنين متميزين بسوفت وير سامسونج اللي ناس كتيره قوي بتروح له. وهكلمك هو عامل ايه كاداء على الموبايلات ديت، لان في سمعه معروفه كده على الوان يو اي ان هي بتبقى تحفه قوي وسريعه قوي وقويه قوي على الموبايلات الفلاج شيب بتاعت سامسونج، اعلى واغلى الموبايلات. وبتبقى مش قد كده، او بتبقى تقيله قوي على الموبايلات اللي في الفئه المتوسطه. فانا هجاوبك على الاجابه بتاعت الحته ديت بس لما نخش نتكلم على الاداء قدام شويه في الفيديو. انما السوفت وير نفسه انا بحبه علشان بيقدم كذا ميزه كده الناس بتدور عليها، زي مثلا الدول ماسنجر اللي هو يخليك تعمل 2 واتساب على نفس الموبايل. فيهم ميزه المودز، وديت معناها ان انت ممكن تظبط الموبايل ان هو يعمل حاجات معينه في اماكن معينه، زي مثلا انت اول لما تروح الشغل يقوم عامل موبايلك سايلنت علشان تركز في الشغل اكتر. ديت على فكره من المميزات اللي انا كنت بستعملها عن نفسي مع الاس 23 الترا ومع الفليب 5 اللي انا بجربه اليومين دول. ده غير بقى ان سامسونج اصلا بتوعدك ب4 سنين تحديث للسوفت وير من ناحيه الواجهه نفسها في الاي 24، والسنه الخامسه بتدي لك تحديث امني. الاي 14 بصراحه الموضوع اقل فيه شويتين، هو سنتين تحديثات للسوفت وير و4 سنين للتحديثات الامنيه. المهم فكره ان في وعد ان يبقى في تحديثات لفتره طويله في الفئه المتوسطه، دي حاجه مبشره وكويسه جدا. شاشه الاي 24 هي شاشه سوبر اموليد بتردد 90 هرتز، وديت من احسن الشاشات اللي انت ممكن تمسكها في الفئه ديت. الشاشه بتاعت الاي 14 للاسف مش سوبر اموليد ومش 90 هرتز، هي شاشه ال سي دي عاديه جدا. وبصراحه عينيا كانت واخده بالها من الفرق قوي لما بحط الموبايلين دول جنب بعض. الاي 24 الوان الشاشه بتاعته مظبوطه قوي، وفي نفس الوقت بيدي لك الاضاءه بشكل كويس. لما بتيجي تتفرج على فيديوهات بتحس التباين ما بين الحتت المنوره والحتت المظلمه في الفيديو فعلا معموله كويس قوي في شاشه الاي 24. ده غير طبعا 90 هرتز اللي بتدي لك سلاسه ونعومه كبيره قوي في الحركه بتاعه الموبايل ده. الاي 14 للاسف مش قادر ينافس الاي 24 خالص في الحته ديت. يعني لو انت حد بيركز قوي على الشاشات، لا هقول لك على طول تزود فلوس شويه علشان تجيب الاي 24. موضوع فرق الشاشه ده على فكره فرق معايا في تجربه الكاميرات، وهحكي لك ازاي دلوقتي. مواصفات الموبايلين دول الاثنين جايين بكاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل، كاميرا الترا وايد 5 ميجا بكسل، وكاميرا ماكرو 2 ميجا بكسل. الكاميرا السيلفي بتاعت الموبايلين هي كاميرا 13 ميجا بكسل. ولما تيجي تصور بالموبايلين دول وتحط الصور جنب بعضها، هتحس في الاول ان الاي 24 متفوق جامد. اول لما ابتديت القط صور بالموبايلين دول، وخصوصا في الليل كمان، باين قوه الاو اي اس او المثبت البصري
اللي موجود في الكاميرا الاساسيه بتاعت الاي 24 ومش موجود في الاي 14. بس دي صراحه كانت اشتغاله انا بشتغلها لنفسي. الفرق اللي انا حسيته في الكاميرا بتاعت الموبايلين دول كان كبير قوي، علشان انا كنت بقارنهم على شاشه كل موبايل. اول لما نقلت الصور بتاعت الموبايلين على الكمبيوتر الفرق ما بينهم صغر الى حد كبير. ما زال الاي 24 احسن، وانت لما بتتفرج على الفيديو دلوقتي هتشوف الصورتين معروضين على نفس الشاشه طبعا، فهتشوف الاي 24 متفوق بنسبه قد ايه. بيطلع صور الوانها احسن شويه، بيطلع صور فيها تفاصيل اكتر بشكل ملحوظ في الليل تحديدا، ما بتبقاش مهزوزه خالص بفضل الاو اي اس طبعا او المثبت البصري اللي موجود في الكاميرا الاساسيه. انما الفرق مش ضخم قوي زي ما تخيلته في الاول، الفرق ده كان جاي من الشاشه مش من الكاميرات نفسها. فاطمن سواء جبت الاي 14 او الاي 24 هتقدر تنزل صور حلوه جدا لاصحابك على فيسبوك وعلى انستجرام، وبصراحه دول من احسن، ده اذا ما كانوش احسن كاميرات اصلا دلوقتي في الفئه دي. بجد هما بيدوا المعالجه وطريقه الالوان بتاعه سامسونج، وبيدوا تفاصيل كويسه جدا خصوصا الاي 24. يعني انا بصراحه هنا استمتعت فعلا بتجربه التصوير. كنت بحب ان انا القط صور بالاي 24 وابص على جمال التفاصيل ديت، واستغرب ان هي اصلا طالعه دلوقتي في الفئه اللي خلينا صريحين مع بعض بقت اقرب للفئه الاقتصاديه عن الفئه المتوسطه. مفيش منافسين فعلا في السعر دوت كتير يقدروا يقدموا كاميرا شبه كده، حتى مش هقول لك نفس الجوده دي. طبعا الشاشه سوبر اموليد كمان بتدي ميزه للاي 24 ان هو بيدعم الاولويز اون ديسبلاي، فكره ان انت تبقى قافل الشاشه وباين عليها الساعه دلوقتي كام، او لو في اي اشعارات اتبعتت لك تقدر تشوفها كلها والشاشه مقفوله. الاي 24 برضو بيدعم الان اف سي، ودوت حاليا ناس كتيره جدا بتستعمله علشان تشحن كارت الكهرباء بتاع العداد. تعالى بقى زي ما انا وعدتك نتكلم على الاداء. الاي 14 في منه اكتر من نسخه عالميه. النسخه اللي موجوده عندنا هنا في مصر هي جايه بمعالج اكسينوس 850، انما الاي 24 جاي بمعالج هيليو جي 99. وبصراحه كنت حاسس بالفرق لصالح الاي 24 برضو. التعامل بتاع الموبايلين ما كانش فيهم تقطيع قوي، ما كانش فيهم تقل قوي، الواجهه ما كانتش تقيله على الموبايلات زي ما بنسمع كتير دوت بيحصل. يمكن الفرق الاكبر بالنسبه لي اللي انا كنت حاسه كان جاي من السلاسه بتاعه ال 90 هرتز اللي موجوده في الاي 24، فالتنقل ما بين حاجه والتانيه وفتح كذا برنامج كان بيبقى انعم شويتين عليه. وخلينا صراحين برضه هو المعالج نفسه اقوى، فلو انت جيت تحمل على الموبايلين دول، لو انت جيت تتقل عليهم شويه في الاستعمال، هتلاقي لي ايه 24 بيدي لك اداء افضل. الجزء اللي انا هقوله دلوقتي دوت هو على فكره مش مكتوب في السكريبت او مش متجهز في الكلام اللي انا هقوله، بس وانا حاسس دلوقتي وانا بتكلم ان انا قاعد عمال اكبر قوي في مستوى الاي 24، فدوت مخلي الاي 14 جنبيه باين كانه ضعيف، ودي مش حقيقه. هو فعلا الاي 14 حاسس ان انا ظلمه شويتين بصراحه. الموبايل ده في السعر ده انا فعلا راضي جدا عنه، بس كل ما بقارنه بالاي 24 كده ابقى طمعان شويه، اقول للي قدامي وانا برشح له الموبايل طب ما تزود الشويه الصغيرين دول كده، ادفع الحبه دول علشان تاخد موبايل احسن شويتين بصراحه. انما هم موبايلين على فكره الاثنين حلوين جدا، الاثنين يعني فعلا موبايلات كويسه. ال 5000 ملي امبير مثلا البطاريه، خلينا نتكلم عنها بما اني لسه ما اتكلمتش عنها، من احلى البطاريات اللي انت هتمسكها في السعر ده. فعلا الاثنين بيوفروا في البطاريه جامد، الاثنين هيدولك اليوم كامل بتاعك وانت بتضغط على الموبايلات مش قلقان ان هي تفصل منك خالص في الشحن. فعلا موبايلات قويه جدا من الناحيه ديت، والموبايل مش تخين مثلا علشان حاطط لك بطاريه كبيره، لا هو انت قادر تتعامل مع الموبايل عادي جدا. بس برضو مره تانية الاي 24 بيتفوق في سرعه الشحن علشان بيدعم شحن 25 واط، الاي 14 بيدعم شحن 15 واط، انما الاثنين ما بيجيش معاهم شواحن في العلبه. دي بصراحه كانت حاجه مزعلاني شويه. يعني عاده اللي بيدور على موبايل في السعر ده بيبقى عايز ياخد كل حاجه مع الموبايل، بيبقى عايز ياخد الشاحن، بيبقى عايز ياخد الكفر برضو اللي مش موجود هنا في العلبه. الحاجه اللي هتجيلك في العلبه بتاعه الموبايل هي الوصله بس، اليو اس بي تايب سي. اغلب الناس بقول لنفسها خلاص يعني مشي نفسك باي شاحن عندك في البيت الفتره ديت لحد ما تجيب شاحن قوي شويه 25 واط علشان تدعم الشحن السريع بتاع الاي 24. الاي 14 علشان 15 واط، فاغلب الشواحن اللي هتبقى موجوده عندك في البيت غالبا هتلاقيها بتدعم برضه السرعات ديت. بصراحه انا محتار شويه اقول هل كانت المفروض سامسونج تحط شاحن وكفر في العلبه، خصوصا يعني ان احنا عايزين نوفر شويه على المستخدم ان هو يشتريهم، ولا بقول ديت طريقه توفير في الفلوس. يعني برضه ما هو لو كان حطهم كان زمانه غلى سعر الموبايل، يبقى احنا ما عملناش حاجه. يعني ديت حاجه تتحل شويه، هتتصرف في شاحن مقدور عليها. انما لو كان الموبايل ده جايب كاميرا وحشه مثلا ما كنتش هتعرف تتصرف فيها، ما كنتش هتعرف تستلف كاميرا تانية تحطها في الموبايل. انا مش بعذر سامسونج، يعني كان نفسي ان موضوع ان ما يبقاش فيه شاحن في العلبه دوت ما نشوفوش خالص في الفئه المتوسطه،
بس على الاقل محلوله شويه يعني. بالنسبه للنسخ اللي تقدر تشتريها من الموبايلات ديت، فالاي 14 بيجي ب 4 جيجا بايت رام في النسختين بتوعه، واحده فيهم ب 64 جيجا بايت ذاكره داخليه، والثانيه 128 جيجا بايت ذاكره داخليه. طبعا ممكن توفر شويه، تجيب ال 64 جيجا بايت ذاكره داخليه وتحط الصور بتاعتك كلها على كارت ميموري خارجي اللي ممكن تجيبه لحد 1 تيرا بايت، هيشتغل على الموبايل عادي. الاي 24 بقى هو مثبت لك ال 128 جيجا بايت ذاكره داخليه دول، يعني انت ما عندكش حاجه اصغر من كده، انما عندك 4 جيجا رام وعندك 6 جيجا رام وعندك حتى 8 جيجا رام. انصحك ان انت تجيب النسخه 6 رام تحديدا، مش محتاج انت 8 رام قوي، وبرده ال 4 رام يعني قليله شويه في 2023 او داخلين على 24 اهو. المهم اسعار الموبايلات ديت انا شايف ان هي في السوق المصري دلوقتي ممكن تجيب الاي 14 بحوالي 5000 جنيه، وممكن تبقى محظوظ وتعرف تجيبه بسعر ارخص من كده شويه كمان. الاي 24 نفس الحكايه برضو، ممكن تجيبه ب 7000 جنيه، وممكن تلاقيه في بعض الاماكن ارخص سيكا في سعر 5000 و7000 جنيه. بصراحه يا جماعه في موبايلات تانية ايه ممكن نرشحها في السعر ده، يعني من شركه محبوبه وليهم ضمان معروف، والموبايلات فعلا كويسه بتقدم كاميرات ممتازه على السعر ده. الاي 24 انا مغرم كمان بالشاشه بتاعته ومغرم بالتجربه بتاعته كلها. الاي 14 واحد من ارخص الموبايلات اللي انت ممكن ارشحها لك دلوقتي، واقول لك انزل اشتريها ويبقى ضميري مستريح، علشان في موبايلات تانية في السعر دوت انا هبقى حاسس بتأنيب الضمير لو قلت لك انزل اشتريها بصراحه. علشان كده فعلا ما كنتش بعرف ارشح خالص حاجه تحت السعر ال 5000 جنيه، والاي 14 جه انقذني في الموضوع ده فعلا. عارف طبعا ان مش كل الناس هتقدر تزود وتجيب الاي 24، لو تقدر تعمل دوت يبقى حظ سعيد، هو فعلا موبايل احسن. لو ما تقدرش فالاي 14 بالنسبه لي دلوقتي هو المنقذ في فئه ال 5000 جنيه وارخص من كده. لو انت عجبك الفيديو دوت ادعمني بان انت تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناه، وقولي في الكومنتات لو انت عندك اي سؤال متعلق بالاجهزه ديت. وبس كده، كالمعتاد كان معاكم احمد كمال، استنوني في الفيديو الجاي.